السلام عليكم. اليوم حنحضر الجمر العراقي. طبعا هنا أنا حستعمل حليب. هذا هو الحليب. مقدار الفات 21. كل ما يكون نسبة الفات عالية كل ما يكون أفضل. 1 لتر مقدار الحليب. حستعمل كريمة خفق. هذه الكريمة العادية مقدارها 300 مليلتر. نسبة الفات مالتها كلش عالية. طبعا هنا اللي استعملها المفروض هم كلش عالية نسبة الفات. هستعمل علبتين كريمة خفق. الجدرية انا مخليتها قبل بوقت على النار عمود تحمى. تشوفون بخار الحليب دي يتصاعد، لان هو هذا العمود ينطيني فالطعم كلش طيب للقمر. خلي الحليب ثم اضيف الكريمة. هذه الكريمة اضيفها على الحليب. هذه العلبة الاولى. سنضيف العلبة الثانية. بعدين امزجهم خاشوق هيجي. مزج كلش خفيف يعني، بس مجرد امزجهم سوية واعوفهم على نار هادئة. هسه راح اوطي النار، لان النار الهادئة راح تخلي الدهون كلها تتجمع على سطح الحليب. هذا الشكل بعد نص ساعة ساعة تجمع الدهون على السطح. هسه حالفهم فوطة منزل عادية مال مطبخ واخليهم يتخمرون. اني هسه بالليل دا اشتغل فيبقى للصبح. ثاني يوم الصبح تتخمر عمود يصعد كل الدهون لسطح الحليب. مفروض مكان دافي. هاي حغطيهم اني مشبك مال مطبخ عادي واخليهم للصبح. هسه هاي ثاني يوم الصبح قعدت خليتهم بالثلاجة، وثاني يوم الصبح اطلعهم، يعني يوم كامل للريوق. حسويها بالخاشوق عمود لا يخرب شكل القمر. من اشيلها بملعقة. هسه حشيلها اخليها بماعون تقديم. ادير بالي عمود لا يخرب شكلها. هذا هو شكل النهائي. بعدين اقدر اخلي فوقها شوي حليب للي يحب حليب زايد او قليل، هاي بقد حسب الرغبة. هذا الشكل النهائي للقمر، والف عافية.